السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهاردة أستاذ وليد أبو شهد. زي ما احنا شايفين دلوقتي ماشيين في أبعاد العربية، بعملها خط مستقيم زي ما انتم شايفين عشان نقدر نحدد أبعاد العربية، نعرف نظبط نفسنا لو احنا ماشيين في الحارة اللي في النص، نعرف نظبط أبعاد الدركسيون، نعرف نظبط سنس الدبرياج والفرامل والبنزين. زي ما احنا شايفين احنا بنتدرب عندنا في الوش طبعا وبالظهر. هنبدأ ان احنا نرجع دلوقتي بظهرنا عشان نثبت لنفسنا ان احنا بنعرف نمشي بوشنا زي ظهرنا. زي ما احنا شايفين دلوقتي بيبدأ ان هو يبص يمين وشمال عنده. طبعا دي الحركة اللي انا بحبها جدا من اي عميل بيحب ان هو يتدرب معايا. ليه؟ علشان اتأكد 100% ان هو لما يطلع على الطريق محتاجش ان انا امسك له دركسيون ولا اقول له حاسب ولا في عربية ورانا ولا في اي حاجة. يبقى هو يطلع على الطريق عينه اوتوماتيك بتلمح مرايته لو في ورا عربيه او في اي حاجه. وزي ما احنا شايفين دلوقتي بيقدر ان هو يتخطى الاقماع خط مستقيم. نتمنى له التوفيق ونخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهاردة مستر وليد أبو شهد. زي ما احنا شايفين دلوقتي بنعمل التخطي من على بعد علشان نقدر نظبط معاه أبعاد العربية، علشان نظبط معاه واحنا في الطريق السريع نعرف ان احنا نعرف نتخطى العربية اللي قدامنا واحنا في نفس الوقت نطلع من حارة لحارة. زي ما احنا شايفين دلوقتي معانا مستر وليد أبو شهد عملها من على بعد علشان نعرف واحنا ماشيين على سرعه على طريق سريع نعرف ان احنا نتفادى الشخص اللي قدامنا او نطلع من حاره لحاره. زي ما احنا شايفين هيبدا ان هو يرجع تاني علشان نبدا نعملها من على قريب. طيب قريب بتفيدنا في ايه؟ بتفيدنا كتير جدا في الزحمه. لو العربيه اللي قدامنا عطلت، لو العربيه اللي قدامنا وقفت مره واحده واحنا عايزين نطلع منها، لو في توك توك جاي في وشنا عكس ده بقى طبيعي خلاص، بقى في ناس كتير من التكاتك بتيجي عكس، فبالتالي محتاج ان انا اكسر الدركسيون بتاعي وادي اشاره وابص في مرايتي واطلع واحده واحده. فبالتالي لازم اكون حذر ان انا ما اخبطش العربيه بتاعتي من الجنب او من قدام. زي ما احنا شايفين دلوقتي معانا مستر وليد ابو شهد هيبدا يظبط ابعاد العربيه بتاعته علشان تبقى شايفه بالنسبه له قدام الايه كاوتشات العربيه بتاعت اللي قدام. زي ما احنا شايفين هيبدا ان هو يقدم واحده واحده ويخلي الزاويه بتاعته اضيق علشان يخلي يا دوبك يشوف الارض ما بين الاقماع او يشوف الارض ما بين الكاوتشات لو دي عربيه قدامه. فيبدا ان هو يقدم زي ما انتم شايفين، شاف المسافه بتاعته بقت مظبوطه او قريبه جدا، فبدا يدي اشاره ويبص في المرايه ويبدا يتحرك واحده واحده علشان يعرف يتخطى توك توك واقف قدامه، عربيه عطلت قدامه، يعرف يطلع من عربيه ميكروباص في الزحمه. زي ما انتم شايفين بكل احترافيه 100 100 ما شاء الله، ممتاز جدا جدا. ده من الجنب ناحيه اليمين بالنسبه له. نبدا نعملها من الجنب ناحيه الشمال كمان عشان نتاكد من ناحيتين. هنبدا نلف ونعملها في الطويل وفي القصير. فزي ما احنا شايفين بنتدرب حتى كمان بالليل، مش هتفرق معانا الليل او النهار، لانك طول ما انت بتتدرب في الليل او النهار فبالنسبه لك هي واحد، لانك هتسوق لوحدك بالليل وبالنهار. فلازم تعود نفسك كويس جدا ان انت تعرف تسوق بالليل كمان، فلما تتدرب عليه معانا هيبقى بالنسبه لك الدنيا اسهل بكتير لما تكون لوحدك. زي ما انتم شايفين بدا ان هو يلف من بره عشان يبدا يظبط معاه ابعاد العربيه بتاعته من على بعيد ومن على قريب. هيبدا ان هو يطلع دلوقتي قدامنا. طبعا زي ما انتم شايفين انا ببقى واقف بصور من بره عشان بدي للعميل الثقه ان هو يبدا يتحرك بالعربيه لوحده، ما يبقاش فيه خوف ولا فيه توتر، ولا يبقى ان هو يبقى قاعد مرعوب مثلا او خايف ان انا خايف اغلط قدام الكابتن. لا، انا ببقى قاعد من جوه. طول ما الكابتن قاعد من جوه بيبقى قاعد رابك العميل، فبالتالي لازم تديله الفرصه او السماحيه ان هو يبدا يتحرك لوحده. ما تديلوش ان انت قاعد جنبه ماسك له الكرباج، لا ده انت كده غلط، لا خش يمين، لا خش شمال، لا اقف، لا حاسب. كل الكلام ده بيوتر اي عميل. فبالتالي لازم تدي للعميل اللي معاك الحريه ان انت تنزل بره العربيه وتدي له الحريه ان هو يتحرك لوحده. مش معنى ذلك ان انت بتهمله، لا اطلاقا، انت بتدي له حريه شخصيه ان هو يبدا يتحرك بالعربيه لوحده، فيبدا الثقه اللي عنده تزيد، فتدربه ثقه في النفس قبل ما تدربه سواقه. زي ما انتم شايفين دلوقتي بدا ان هو يعمل تخطي من على بعد شويه، فبالتالي دي بتخليه ينقل من حاره لحاره. اللي الناس كتير بتعرف
تعملها. بس في ناس كتير بتيجي تشتكي والله انا بعرف اسوق بس مش بعرف اطلع على الطريق مثلا الدائري او الطريق السريع، مش عارف ان انا اتخطى من حاره لحاره، ببقى بحاول الدركسيون بسرعه او بخاف ان انا اخبط اللي ورايا. فده بندربك في التخطي معانا او التجاوز، ان انت تعرف تعمل الكلام ده كله ولوحدك من غير ما الكابتن يبقى قاعد جنبك ويمسك لك الدركسيون او يقول لك خش يمين شويه او خش شمال شويه. زي ما انتم شايفين هيبدا ان هو يرجع واحده واحده. شايف ان هنا القمع بتاعه قريب، فبدا ان هو كسر بعيد عنه عشان بالتالي ما يخبطش فيه. لان طبعا من شويه كنا عاملين لسه اختبار الرخصه، فبالتالي هو الابعاد بتاعته ما بقتش اقدر اقول له عليها الهوا. زي ما انتم شايفين بدا ان هو يرجع علشان هيرجع اكتر يظبط نفسه على الاقماع اللي هم الاربعه اللي قدامنا. بالنسبه لي انا وانا واقف ناحيه الشمال هيبدا يظبط ظهر العربيه بتاعته عشان وش العربيه بتاعه يظبط اكتر، فبالتالي يقدر يطلع لقدام ويظبط المسافه بتاعته اللي هو يشوف الارض ما بين الاقماع او ما بين الكاوتشات بتاعه العربيه اللي قدامه. زي ما انتم شايفين اهو بدأ ان هو يظبط واحدة واحدة. هيبدأ ان هو اهو يقدم واحدة واحدة على قد ما يقدر علشان يشوف المسافة الآمنة بتاعته، اللي هو ما ينفعش يقدم اكتر من كده. بندربك على المسافة بتاعتك مع العربيات، بندربك على التخطي، بندربك على التجاوز، بندربك على كل انواع الحاجات اللي هتقابلك لوحدك وانت ماشي في الشارع. زي ما انتم شايفين الفيديو متصل مش متقطع عشان ما يبانش ان احنا مثلا خبطنا في قمع وبدانا ان احنا نعمل مونتاج او حاجه. زي ما انتم شايفين واحده واحده هيبدا ان هو يطلع زي ما انتم شايفين بالراحه. دي بتبقى اصعب زاويه بالنسبه لاي حد الجنب اليمين بعيد عنك. عملها بكل احترافيه، نتمنى له طبعا الخير والتوفيق ونخش على التحدي اللي بعده. سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد، معانا النهاردة مستر وليد أبو شهد مع أكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات. بنبدأ إن احنا دلوقتي نتدرب على الركنة الموازي للرصيف. بنبدأ إن احنا نظبط الأول واحنا راجعين إن العربية تيجي جنب القمع أو الكاوتش اللي ورا بتاعنا يجي جنب القمع، وبعدين نبدأ إن احنا نكسر ونخش بين الإيماع. زي ما احنا شايفين دلوقتي معانا مستر وليد أبو شهد بيبدأ إن هو يظبط الركنة الموازي على العمود الموازي على الرصيف مع أكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات. بنبدأ إن احنا نتدرب وشك وظهرك، تدرب معانا على كل حاجة، على الركنات موازي عمودي، على أبعاد العربية، على الخط المستقيم. تدرب وشك تدرب ظهرك عشان تبقى لامن بكل حاجة سواء اتدربت بيها معانا أو هتقابلك لوحدك وأنت راكب عربية. زي ما احنا شايفين بيركز في المرايه بتاعته كويس جدا لحد ما شاف ان الزاويه بتاعته ورا، او شاف ان القمعين اللي ورا ظهروا اللي هو بالنسبه لي الايه النمر بتاعت العربيه اللي ورا. نبدا نبص ورا معاه ونشوف وهو بيرجع واحده واحده. شايفين طبعا مركز هو في زاويه المرايه بتاعته كويس جدا عشان الرصيف جنبه الناحيه الثانيه، علشان بالنسبه لي هنا الاقماع ناحيتي. زي ما احنا شايفين اهو يبدا ان هو يتحرك واحده واحده، يكسر ظهر العربيه ناحيه الرصيف، لقى ان الرصيف قريب منه جدا فبيبدا ان هو يطلع لقدام. يطلع لقدام عشان يفتح الزاويه معاه كويس جدا في المرايه. طبعا زي ما انتم شايفين بيبص في المرايه بتاعته يمين وشمال كويس جدا. يبدا ان هو يقف عشان الزاويه ما تبص منه، ويكسر الدركسيون كله ناحيه اليمين عشان يدخل وش العربيه يضم ناحيه الرصيف. دايما لازم وانت بتتحرك لازم الدبرياج بتاعك ما يرفعش على الاخر عشان العربيه ما تبطلش منك، وفي نفس الوقت ما تجريش تخبط العربيه اللي وراك او الرصيف او الكلام ده كله. تاني حاجه لازم زاويه دركسيونك تيجي مظبوطه، لان لو ما جاتش مظبوطه هتلاقي نفسك ان انت ماشي غلط. تالت حاجه ان انا ما ينفعش اسيب الفرامل عشان لو انا سبتها هتسرح مني لقدام. فدايما لازم تبقى متحكم في 3 اجزاء: فرامل، دبرياج، وبنزين. هيبدأ ان هو دلوقتي يتحرك لقدام عشان يفتح الزاوية معاه ورا ناحية الشمال. يخش قدام سنة سنة. طبعا هو قدامه بالنسبة له مش هيبقى شايف الإيماع قدامه، بس بيتحرك في المحدود بيه. بس بيتحرك شايف ان الزاوية بتاعته في المراية هناك ان الزاوية بقت واسعة يقدر ان هو يرجع فيها براحته. فيبدأ يكسر الدركسيون ويرجع واحدة واحدة علشان يبدأ ان هو يظبط الجنب كله بتاع العربية. يبدأ يرجع واحدة واحدة زي ما انتم شايفين، تركيز كويس جدا في المراية.
لان خلاص الزاويه بتاعته مظبوطه، بقت جنب الرصيف. يبدا ان هو يعدل ايده خط مستقيم، ويطلع على قدام سنه صغيره. عدل ايده فعلا ماشي، وبعدين هيبدا ان هو يقف. نتمنى له طبعا الخير والتوفيق، ونخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده مستر وليد ابو شهد مع اكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات. بنبدأ ان احنا نتدرب معانا دلوقتي على الركنة العمودي على الرصيف. طبعا احنا بنتدربها بالايماع ليه؟ عشان ما يبقاش في عند العميل اي رهبة او خوف ان هو يخبط عربية حد. وتاني حاجة عشان كل ما الموضوع بيبقى اصعب بالنسبة لك في التدريب، كل ما يكون اسهل بالنسبة لك في الرؤية لما تكون عربية كاملة. زي ما احنا شايفين اهو، بيبدأ ان هو يتحرك لورا واحدة واحدة، وبالتالي لقى ان القمع اليمين ما ظهرش معاه، يبدا ان هو يطلع لقدام يمين. فبالتالي عشان يظهر معاه في المرايه اليمين القمع بتاعه اليمين، او بمعنى اصح الاكسدام بتاع العربيه اللي واقفه ناحيه اليمين عنده. طبعا زي ما احنا شايفين مع مستر وليد، يبدا يركز في المرايتين بتوعه عشان المرايه الشمال بتاعته ما يختفيش فيها القمع اللي هو كان ظاهر بالفعل. مع أكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات بنبدأ إن احنا نتدرب على كل حاجة سواء بوشك أو بظهرك، عشان تبقى تكون متمكن لما تطلع بعربيتك لوحدك. بنتدرب على الثقة في النفس قبل ما بنتدرب على السواقة. زي ما احنا شايفين إن أنا واقف بصور من بره، وسايب له حرية التحكم بالكامل في العربية عشان يغلط براحته، لأن احنا كده كده جايين نغلط وجايين نتعلم. مش احنا جايين حافظين كل حاجة أو فاهمين كل حاجة، لا، احنا جايين بنغلط عشان نعرف الغلط بتاعنا لما نيجي نعمله ما نعملوش بغلط مع نفسنا برضه. يبدا ان هو يرجع واحده واحده، وبيشوف ابعاده، هل ان الركنه بتاعته مع الابعاد يمين وشمال مظبوطه. هو اللي بيحددها في مرايته، وعلى اساسه يطلع يمين او شمال عشان الزاويه بتاعته تظبط معاه على قد ما يقدر. لقى ان الزاويه بتاعته يمين دلوقتي قد شمال، المفروض ان هو هيرجع خط مستقيم. بيعرف الخط المستقيم ازاي؟ ان هو بيكسر الدركسيون كله اقصى اليمين او اقصى الشمال، ويرجع منه 1.5. زي ما احنا شايفين اهو، دلوقتي هيبدا ان هو يرجع واحده واحده. عينه بتركز مع المرايه اليمين قد المرايه الشمال. ايوه تمام، ممتاز جدا جدا جدا. ونتمنى له طبعا التوفيق والخير، ونقول له ممتاز 100 100، الله ينور عليك يا مستر وليد. نخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده مستر وليد ابو شهد. زي ما احنا شايفين دلوقتي بنقدر نعمل الاختبار بتاع الرخصة، بس بنعمله على واسع شوية علشان نقدر ان احنا نظبط معانا ابعاد العربية، عشان نظبط معاه سنس الدبرياج، العربية ما تنطش منه ولا تطلع تقف منه ولا تجري منه. زي ما احنا شايفين دلوقتي مع مستر وليد ابو شهد، بيبدأ ان هو يخش قدام واحدة واحدة. يبدأ ان هو يبص في مراياته كويس يمين وشمال. يبدأ ان هو بنعملها بالوش وبنعملها بالظهر عشان نقدر نحدد ابعاد العربية كويس في وسط الزحمة. نقدر نحدد ابعاد العربية في الملفات، نقدر نحدد سنس الفرامل والبنزين والدبرياج، نقدر نحدد معاه المرايات بتاعتنا. زي ما احنا شايفين اهو، هيبدأ ان هو يرجع واحدة واحدة. يقدر يبص في مرايته يمين وشمال، عشان احنا بنتدرب وشك زي ظهرك، لانك انت مع العالمي انت عالمي. زي ما انتم شايفين بيبدأ ان هو يظبط ظهره كويس جدا واحدة واحدة. يبص في مرايته لحد ما القمعين يظهروا معاه. مفيش قمع ظهر يبقى بالتالي الزاوية لسه ما جاتش. القمعين ظهروا صح، يبدأ ان هو يعدل ايده خط مستقيم ويرجع عليهم. دلوقتي هو كسر جدا عشان يشوف القمع بتاعه. طبعا القمع عنده ظهر المفروض في الجنب اليمين. يبدأ ان هو يرجع واحدة واحدة عليه خط مستقيم، ويبدأ في نفس الوقت يقرب عليه. زي ما انتم شايفين يبدأ ان هو يقرب عليه، عشان الهدف اللي انا بلف عليه بحاول اجيب ظهر العربية ناحيته، عشان لما اجي الف عليه ما اخبطش فيه. زي ما انتم شايفين هيبدأ ان هو يرجع واحدة واحدة، يبعد سنة الدركسيون اهو. زي ما انتم شايفين انا بصور من بعيد طبعا، ما بقولوش ولا اخش يمين ولا اخش شمال ولا اي حاجة. هيبدأ ان هو بعد كده يكسر الدركسيون بتاعه واحدة واحدة عشان يبص في المرايات، يراجع، يلاقي الإقماع بتاعته اللي هي الأخيرة ورا ظهره، فيبدأ ان هو يظبط معاهم
واحده واحده في الرجوع. زي ما انتم شايفين دلوقتي بيبدا يرجع واحده واحده، وعينه في المرايات الاتنين. مجرد ما ظهر العربيه جه جنب القمع اللي عنده ناحيه الشمال يبدا يعدل ايده خطه مستقيم زي ما احنا شايفين دلوقتي. عملها كويس جدا جدا جدا. نتمنى له طبعا التوفيق والخير، ونخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهارده مستر وليد ابو شهد مع اكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات. بنبدأ ان احنا دلوقتي في اخر حصة لينا، بنبدأ ان احنا نطلع على الطريق الزحمة. ماشيين دلوقتي طبعا رايحين للجيزة عشان نوصله للمكان اللي هو بينزل فيه. معانا دلوقتي مستر وليد هيحب يقول الريفيو بتاعه. اتفضل. والله الحمد لله الواحد حس بتقدم، مش هقول 100% يعني، بس الحمد لله يمكن 80-90% ان انا حاسس ان انا سواق. والاهم من السواقه والمشي على الطريق ان الواحد يعرف يركن، سواء تركن عمودي او توازي. الواحد يعرف يركن، الواحد يعرف يتفادى لو في عربيه قدام منه، توك توك، موتوسيكل، ابعاد العربيه. الحاجات دي كانت مهمه جدا 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 في السواقه بصراحه. والله يبارك له الاستاذ خالد، يعني هي اهم من الواحد يمشي على الطريق ويبقى سايق، ان الواحد معاه عربيه يعرف يركنها لنفسه، يعرف يتفادى حاجه قدام منه، مش يرتبك او ما يعرفش يتصرف، او انا فرحان ان انا ماشي على الطريق. لا الحمد لله ان الاساسيات تمام، ركنات تمام، رجوع لورا، رجوع للخلف، الحمد لله رب العالمين. في حاجة كانت ناقصاك في الكورس في أي حاجة؟ لا بصراحة كله تمام، بس أنا اللي ناقصني إن العربيات دي تخف شوية بس كده. زي ما احنا شايفين أهو، بس كده ماشيين أهو في قلب الناس والزحمة. ودي طبعا بتبقى أصعب حاجة على أي حد بيتدرب، مش إن أنت تمشي في الطريق السريع، لا إنك تمشي في طريق زحمة. وده طبعا بنوفره لكل العملاء اللي معانا عشان لما تطلع لوحدك في طريق زحمة ما يكونش فيه أي رهبة ولا فيه أي خوف. في واحد كسر علينا أهو، واحنا طبعا وقفنا في المكان المظبوط. طبعا مع مستر وليد بيجيب طبعا الغير الاول لوحده من غير ما انا اقول له، وطبعا دي هديه بسيطه ليه عشان نتمنى له طبعا الخير ليه ولبنته ملك ان شاء الله بكل التوفيق. شهد قصدي، معلش. الله يبارك لك. لا واحد يا باشا. اتفضل مستر وليد. شكرا. اتمنى لك الخير ان شاء الله، ونشوفك بعربيتك باذن الله معانا على الطريق السريع. السلام عليكم.